السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي. أهلا وسهلا بيكم النهاردة. لقاء جديد وفيديو جديد إن شاء الله تستفيدوا بيه. قبل ما نبتدي الفيديو، سبسكرايب للقناة ولايك للفيديو وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل الفيديوهات الجديدة. أول حاجة احنا هنعمل فكرة حلوة جدا من علب الكنز. في افكار كتيرة جدا لعلب الكنز، بس النهاردة هقول لكم فكرتين هيعجبوكم ان شاء الله وهتستفيدوا بيهم. آه، هنقطع علبة الكنز زي ما انتم شايفين كده، ونشيل الجزء المستطيل ده. هنعمله في فيديوهات جاية ان شاء الله. لكن هناخد الجزئين اللي فوق واللي تحت وهنبتدي نشتغل فيهم. تابعوا الفيديو هتستفيدوا. كده احنا حصلنا على حاجة تنفع نزوق بيها اي حاجة عندنا. ممكن كمان نعملها زي زرار نركبه على اي فستان عندنا او اي بالطو او اي تيشيرت من تيشيرتات بناتنا. وهينفعنا جدا، وخصوصا ان احنا ما نحب نعمل اي حاجة فستان او بلطو او حاجة، ونحب نركبه له زراير، بنضطر نروح عند بتوع الخردوات ويعملها وكده. انت تعمليها على ذوقك بمنتهى البساطة، مش محتاجة تشتري زراير ولا تدفعي فيها فلوس. الفكرة دي جميلة جدا. حاولوا تنفذوها، وخصوصا لما تحبي تجددي تيشرتات او بلوزات قديمة عندك او فساتين قديمة بتاعتك او بتاعت ولادك. برضو ممكن نعملها توكة، نركب فيها كده آه، اي توكة عادية او توكة مشبك من بتاعة البنات، ونخليهم يلبسوها تبقى جميلة جدا وشيك. كمان ممكن تحط لها دبوس وتبقى زي بروش كده، او دبوس يتحط على الصدر. فكرة بسيطة وسهلة. كمان هوريكم الفكرة الرئيسية اللي انا عاملاها عشانها. ممكن تعملوها زي ما انا قلت لكم كده. السنة اللي فاتت عملت فكرة ان احنا عملناها اكسسوارات. فلو لقيت الفيديو عرفت اطلعه يعني من القناة، لان الفيديوهات القديمة بتبعد.
هحط لكم الرابط بتاعه. كنا عاملين بينها اكسسوارات السنة اللي فاتت حلوة جدا. وكمان فكرة تاني بالحتة اللي فوق هنعملها بالشراشيب العادية بتاعت الستاير، وهنركبها كده هتطلع شكلها في منتهى الشياكة، شكلها شيك جدا جدا. برغم ان الجزء ده دايما الناس ترميه، محدش بيعمله حاجة، بس بيطلع في منتهى الجمال لما يتعمل بالطريقة اللي شايفينها دي. وكده ممكن تعمليها اكسسوار او تحطيها تعليقة الستارة. يعني بدل ما تشتري الحاجات اللي بتربطي رابطة للستارة، ممكن تعلقي بيها الستارة كده. كمان هنعملها في فوط السفرة، وتنفعك في اي مناسبة، دي ودي، انك تعملي بيهم اكسسوار حلو للستاير، او تعمليها اكسسوار لفوط السفرة. كمان هتشوفوا هنعمل بها ايه تاني. وبرضو تعملي بيها نفس الفكرة، لو ما عملتلهاش العلاقة دي ممكن تعملي نفس الفكرة الأولانية، تعمليها توكة للشعر، تعمليها زرار أو أي حاجة. شايفة لما بتعمل علقة كده ممكن تعلقيها على التلاجة، تحط مثلا فيها صورة بنتك أو ابنك، وتعلقيها مثلا في أي مكان في البيت. نحط لها زرار كده في النص، أو نحط لها أي ستراس، هتبقى شكلها شيك وجميلة جدا. وطبعا تعملي الألوان على حسب الحاجة اللي عايزة تعمليها. على فكرة الفكرة التانية دي عجبتني جدا، برغم انها ما خدتش وقت ولا مجهود. عجبتني. ممكن تعمليها كسلسلة، تحط فيها صورة وتقدميها هدية في عيد الأم لأي حد من حبايبك، أو في الدراسة عندك أو أي حد مثلا بتحبيه. تعمل توكة للشعر، تبقى جميلة جدا. يعني هتعملي بيها أفكار كتيرة جدا من غير أي تكاليف طبعا. أنا جبت مغناطيس، لأن الكنز ما بيلزقش فيه المغناطيس، فهنلزقه بمسدس الشمع. كان ممكن نحطه في وسط الشراشيب كده واحنا شغالين، كان هيثبت برضو. وبعدين نحطه على التلاجة، ونحط مثلا فيه اي حاجة تعجبكم، او تحطيه كده يدي منظر للتلاجة. تعملي كذا واحدة منه، ويبقى حاجة جديدة لرمضان، زينة لرمضان والأعياد. شايفين لما تحط كده على الثبات اللي احنا شاريينه وعملنا منه فكرة قبل كده، شكله في منتهى الجمال. يعني ممكن تزوقي بيها اي حاجة تعجبك، هتدي منظر فظيع. شايفين لما نعملها لفوط السفرة، طبعا تعملي على حسب الوان فوط السفرة ومفرش السفرة، تحطيها في المناسبات كده للضيوف ولولادك تدلعيهم، هتبقى جميلة جميلة. حاجات بسيطة بس، يعني بتترمي بس بتخلي الحاجة في منتهى الجمال والشياكة. شايفين؟ ولو عملناها ربطة ستارة هتبقى حلوة جدا برضو. ممكن كمان تعمليها زي اسورة، يعني تحط لها آم، خيوط عريضة شوية وتبقى زي اسورة. حاجات كتير ممكن تعمليها بيها يعني. المهم انك مش هترميها. شايفين على فكرة الخامات اللي هي اللي بتترمي زي غطيان ازاز الحاجات الساقعة وعلب الكنز والحاجات دي، ممكن تعملي منها آلاف الأفكار، وتعملي منها مشروعات مربحة جدا، تدر عليكي دخل وهي بتترمي. أنا أعرف إن في ناس بتبيعها بالكيلو، علب الكنز الفاضية دي. فممكن تشتروها بكميات وتبتدي تعملي منها اكسسوارات وحاجات وتبيعيها بمنتهى البساطة. وعلى فكرة الجزء اللي بيبقى مستطيل ده ممكن يتعمل منه أشكال حلوة جدا، وفي ماكينات مخصوصة بيشتروها، بحيث تعملي عليها، تطبع عليها الحاجات اللي عايزة تعمليها، كانت ورود ولا طيور ولا حاجات زي كده. فالفكرة معروفة من زمان ومش جديدة. وبيتعلموها كل الصغيرين والكبار من هم صغيرين يعني. فشايفين شكل ال- الفوط شكلها شيك ازاي وحلو ازاي.
اتمنى انكم تعملوا فكرة الفوط، وخصوصا اللي فيها الشراشيب دي، لانها سهلة خالص، مش عايزة اي تكنيك ولا وقت ولا اي حاجة. واعمليها لشهر رمضان ان شاء الله، والاعياد والمناسبات والعزومات. وكمان هنعمل افكار بالقطعة التانية ان شاء الله قريب باذن الله. وانا قبل كده عملت فانوس رمضان من علب الكنز برضو بالقطع دي، اللي هي الدوائر اللي تحت السنة اللي فاتت. اتمنى برضو الاقي الفيديو وارجحه لكم او احطه على المنتدى. اتمنى ان الافكار تكون عجبتكم واستفدتوا بيها. واللي يعجبه الفيديو يعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناة. وانتظروني ببث مباشر ان شاء الله الساعة 9 بالليل او 8 بالليل، هكتب لكم على المنتدى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.